السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنريكم كيف أصبحت الأشجار بعد أن قمت بحرث الأرض. لذلك دائما أنصح بحرث الأرض في فصل الصيف. هذه الشجرة الحمد لله بعد أن قمت بحرث الأرض بدأت بالنمو. هناك نشاط في الشجرة، وكما تلاحظون نموات وأوراق جديدة. وحتى الأمراض الموجودة حول الأشجار وخاصة الأشجار اللوزيات، الأمراض المن والأمراض الأخرى الموجودة في الأوراق بدأت هناك نقص في الأمراض، وبدأت الشجرة بالتعافي. كما تلاحظون نموات جيدة وأوراق خالية من الأمراض. لماذا؟ لأني بعد أن قمت بحرث الأرض أصبحت المسامات التربة مفتوحة، وتنفست الجذور بعد أن كانت مكتظة بالأعشاب الضارة. تنفست الجذور وامتدت، وأيضا حتى هذه الحشائش تقوم بنقل الأمراض والحشرات إلى الشجرة. بالتالي تكون هناك أمراض فطرية وأمراض موجودة على حشرية موجودة على الأوراق. وبالتالي بعد أن قمت بحرث الأرض ونزلت بعض الأمطار والتساقطات، ما شاء الله الأشجار أصبحت هناك نشاط جيد في الشجرة، وهناك زيادات ونموات قوية، وتلاحظ سرعة في النمو في الأشجار. لذلك متابعين الأوفياء دائما قوموا بحرث الأرض في فصل الصيف حتى تكون هناك نشاط في الشجرة، عوضا أن تقوم بإعطاء الأسمدة. هذه الشجرة كانت على وشك الموت. بعد أن قمت بحرث الأرض ما شاء الله بدأت بإنتاج نموات جديدة، وبالتالي هذه الشجرة نجحت بعد أن كانت على وشك الموت بها. حتى هناك الأغصان تجدها متيبسة، لكن الحمد لله بدأت بالنشاط وعادت إلى النشاط مرة أخرى. هذا بفضل حرث الأرض. لذلك حاول أن دائما تقوم بحرث الأرض في فصل الصيف كل شهرين أو 3 أشهر. وبالتالي مرتين أو 3 مرات في فصل الصيف، مرة في أول الصيف في شهر 5، ومرة أخرى في شهر 7، ومرة أخرى في شهر 9. وإن شاء الله تكون هناك سرعة في النمو، عوضًا عن أن تقوم بإعطاء الأسمدة. أرجو منكم متابعيني الأوفياء إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.